سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، لازلنا وإياكم في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله في الطريق إلى الجنة يدا بيد، حتى يقال لنا بإذن الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إذ اجتمع الأولون والآخرون من المؤمنين عند أبواب الجنان وللجنة 8 أبواب، يقفون ينتظرون ماذا؟ ينتظرون أفضلهم، سيدهم، إمامهم، نبينا عليه الصلاة والسلام، ينتظرونه ليفتح لهم باب الجنان، ليستفتح فيتقدم عليه الصلاة والسلام. وتخيلوا عباد الله أنكم من هؤلاء الذين ينظرون وينتظرون دخول الجنان، وهذه 8 أبواب تخيلوا منظرها وتخيلوا صورها، ما بين المصراعين، ما بين كل باب والآخر مسيرة 40 عاما، مسيرة 40 عاما. ويأتي عليه يوم وإنه لكظيظ، فيقدم النبي عليه الصلاة والسلام فيطرق الباب، يمسك بحلقة من حلقات الباب، فيطرق الباب فيقول الملك: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. بكل تواضع يقول عليه الصلاة والسلام: أنا محمد. فيقول الملك: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وإذا به يفتح الباب وتفتح أبواب الجنان، وللجنة رائحة تخرج من الجنة تشم من مسافة كذا وكذا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. من أهم الطرق التي توصل إلى هذه الجنة الصدقات والإنفاق في سبيل الله، أن يكون العبد كريما ليكون الله عز وجل معه كريم، أن يخرج ما عنده من مال لله جل وعلا يحتسب به الأجر عند الله عز وجل. بل من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بيمينه بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا الدينار الذي تخرجه يكتب في صحيفتك كأنه 700 دينار، وهذا 1000 كأنه 700 ألف عند الله عز وجل، والله يضاعف لمن يشاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. كم في الأرض اليوم من أناس يحتاجون لقمة العيش، ربما ب100 فلس ننقذ أرواح أناس في الأرض ينتظرون العلاج وينتظرون الدواء. كم من الناس اليوم يموت من شدة البرد أو من شدة الحر أو من العطش أو من الجوع. ألا نعلم أن كثير من الجياع يموتون يوميا، كل يوم يموت الجياع على وجه الأرض. ألن نسأل عن هؤلاء؟ لن
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بل جاء في حديث صحيح قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عاري واشتريت له ثوبا كساه الله تعالى من خضر الجنة. الله أكبر. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة. وأيما مسلم سقى مسلم على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا علي بن الحسين رضي الله عنهما كان يحمل جرابا فيه خبز فيتصدق به كل يوم ويقول: إن الصدقة تطفئ غضب الرب عز وجل. جاء رجل فقير إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا الرجل العابد الزاهد، يطلب منه ثوبا، ما عنده شيء، فنزع علي بن أبي طالب أحسن حلة عنده وأعطاه هذا الرجل الفقير. فقال الفقير وهو يمشي: كسوتني حلة تبلى محاسنها لأكسونك من حسن الثناء حللا، أي لأذكرنك بالثناء وبحسن الذكر ما بقيت في هذه الحياة الدنيا. جاء في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لما مات الحسن بن علي رضي الله عنهما وجدوا على ظهره خطوطا سوداء فتعجبوا، قالوا: من أين هذه الخطوط السوداء؟ من أين جاءت؟ سألوا فلم يجدوا، فجاءهم الخبر أنه رضي الله عنه وأرضاه كان كل ليلة إذا نام الناس وسكنت الأصوات وأظلمت السماء كان يخرج من بيته يحمل على ظهره ماذا؟ كيسا من دقيق، يحمله على ظهره فيمر على الفقراء وعلى الجياع وعلى الأيتام يطعمهم من ماله الخاص ومن الطحين ومن الدقيق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذا كان هذا الدين يعطي الله عز وجل فيه الأجر حتى على الحيوانات، وفي كل كبد رطبة أجر، كيف بجياع المسلمين؟ كيف بالناس الذين يموتون جوعا وعطشا؟ من المسؤول عنهم؟ من الذي يجب أن يطعمهم ويسقيهم؟ جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول لعبده يوم القيامة: يا ابن آدم جعت فلم تطعمني. فيتعجب العبد: وكيف تجوع وأنت رب العالمين؟ قال: ألم تعلم أن عبدي فلان قد جاع فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. كان أويس القرني هذا الرجل المستجاب الدعاء كان رضي الله عنه إذا أمسى تصدق بما في بيته، كل شيء يبقى في البيت آخر اليوم يتصدق به، لا يبقي من الطعام إلى اليوم الثاني. ثم قال: اللهم، يعني قبل ما ينام بعد ما يتصدق من جميع الذي بقي في بيته من طعام، قبل أن ينام يقول: اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به، ومن مات عريا فلا تؤاخذني به. انظروا إلى رقة قلوبهم. الراحمون يرحمهم الرحمن. وكان ابن المبارك هذا الرجل المبارك رحمه الله كان إذا اشترى فاكهة أو لحما بدأ بجاره وأبناء جاره اليهودي
لم يكونا مسلمين، لم يكن جاره مسلما، كان يهوديا، ولكنه يبدأ بجاره وبأبناء جاره قبل أن يبدأ بأبنائه، لأنه يعلم أن هذه الصدقة ربما تكون سببا في هداية هذا الرجل، ويقولون أنه أسلم في نهاية أمره. أما أولئك الناس الذين يملكون من الملايين ومن عشرات الآلاف ومئات الآلاف حتى الزكاة ربما يبخلون بها. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. دعا النبي يوم من الأيام أصحابه للصدقة، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فوضع كل ماله بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الربيع بن خثيم رحمه الله جاءه رجل يوم من الأيام سائل، طرق عليه الباب، فقير، وكان هذا الفقير به عته، شبه مجنون، لكنه فقير جائع، وفي كل كبد رطبة أجر. فدخل إلى البيت فوجد زوجته قد صنعت له أحسن طعام في ذلك اليوم، فأخذ الطعام وأعطاه كله للفقير. فقالت زوجته: يعني تكلفنا في هذا الطعام وتعبنا عليه، وما يدري هذا الرجل ماذا أكل، لو أعطيته طعاما آخر. فقال الربيع رحمه الله: إذا كان هذا الرجل لا يدري فإن الله عز وجل يدري، فإن الله عز وجل يعلم. وكان جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه ابن محمد بن علي، سلسلة ذهبية، كان رضي الله عنه وأرضاه يطعم حتى لا يبقي لعياله شيء، لا يبقي شيئا لعياله. وهذه قمة الإيثار وقمة التضحية وقمة الأنفاق. ولو أنفق الإنسان ثلث ماله لكان هذا كثيرا. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما ضرك يا عبد الله لو أنفقت من أموالك فطبعت مصاحف ووزعتها على الذين لا يستطيعون أن يحصلوا عليها، أو حفرت بئرا في بلاد الناس فيها يموتون من العطش. ما ضرك يا عبد الله لو جعلت جزءا من أموالك خصصته لكفالة بعض أيتام المسلمين الذين لا حول لهم ولا قوة في هذه الدنيا. عبد الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. باب عظيم وطريق سهل في الوصول إلى جنة عرضها السماوات والأرض، الصدقات والنفقات والخيرات. فليكن جزء من أموالك في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لي ولك في هذه الكلمات، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.